قبل 5 أيام، قبل 5 أيام يا شباب تجيني رسالة على جوالي. قبل 5 أيام يرسل لي شاب: يا شيخ أبغاك ضروري. ما انتبهت للرسالة. اليوم اللي بعدها يرسل لي رسالة: تكفى يا شيخ رد. ما انتبهت للرسالة. قبل 3 أيام يتصل بهذا الشاب وأرد عليه. الشاب هذا قال لي: يا شيخ أنا عمري 23 سنة، 10 سنوات لا صلاة لا طاعة لا قرب من الله، ما في دولة تخطر في بالك إلا وسافرت إليها. قبل فترة بسيطة أدخل اليوتيوب ألقى لك مقطع قدام عيني عن الصلاة، تتكلم عن الصلاة. تأثرت بالمقطع، قمت توضيت وصليت 2 ركعتين لله. يقول في تلك الركعتين سجدت سجدة، جلست ساجد لله 15 دقيقة. يقول انتهيت من 2 ركعتين، والله يا شيخ شعرت براحة، شعرت بسعادة، شعرت بطمأنينة ما يعلم بها إلا الله. يقول بعد ساعة يقول حسيت بخفقان في قلبي وآلام في جسمي، إله أغمي علي. يقول نقلوني أهلي للمستشفى، سووا لي فحوصات، سووا لي كشوفات، اكتشفوا بأني مصاب بسرطان في الغدد اللمفاوية. يا شيخ أنا أكلمك الحين، هذا الكلام قبل 3 أيام. يا شيخ أنا أكلمك الحين والكيماوي متعبني والكيماوي مألمني، لكن يا شيخ والله إني مرتاح، والله إني مطمئن، والله إني في سكينة وفي وقار. أحمد الله إني تبت ورجعت إلى الله قبل ما أعرف إني مصاب بالسرطان، وأسأل الله أن يجعل هذا السرطان كفارة لما فعلته في ال10 سنوات. الشاب هذا يكلمني ويبكي فرحان بأنه تاب لله عز وجل. أرسل رسالة قبل 3 أيام قال لي: يا شيخ تكفى قل للشباب إن الله يمهل ولا يهمل. يا شيخ قل للشباب يتأدبوا مع الله قبل ما يأدبهم الله. قل للشباب يتأدبوا مع الله قبل ما يأدبهم الله. أمس يا شباب الساعة 9:30 الصباح تجيني رسالة من جوال هذا الشاب، تجيني رسالة من جوال ماجد. تدرون ايش مكتوب فيها؟ انتقل إلى رحمة الله وغفرانه فجر هذا اليوم أخي ماجد، وسيصلى عليه بعد صلاة الظهر في جامع ابن باز. هذه الرسالة جاتني أمس، والاتصال اللي قلت لكم كان بيني وبين ماجد قبل ما يموت ب2 أقرأ الرسالة، أتصل على جواله، يرد علي أخوه الكبير. قلت له: يا شيخ الخبر هذا صحيح؟ قال لي والله، هو ما يعرف من أنا. قال لي والله اليوم صحي صلاة الفجر وصح البيت وصلى الفجر وجلس يتقهوى مع أمي ويفطر مع أمي بعد صلاة الفجر ومات قدام أمي. قلت والله هذا الشاب اتصل علي قبل 2 يوم يبكي فرح بأنه تاب إلى الله ورجع إلى الله، فهنيئا له. أسألكم بالله لما سمع المقطع لو تأخر شوية
لو نسي المقطع، لو رجع للذنوب والمعاصي، كيف كانت حياته؟ كيف بيكون مصيره؟ لكنه ما تأخر، بمجرد ما تحرك الخير في قلبه، بمجرد ما تحرك الإيمان في صدره، قام وتوضأ وصلى ركعتين وسجد لله وتاب إلى الله، فمات وهو في ذمة الله. لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في ذمة الله يعني إن مات من يومه دخل الجنة، إن مات من يومه دخل الجنة. أسأل الله أن يجعل الماجد في جنات النعيم.